الله الرحمن الرحيم. سعيد فهيم العايدي، كلية الثانوي الوظيفي. أنا مدرس مسؤول الصيانة الكهربية في مدرسة كلية الثانوية الفنية بالمنطقة. هنتكلم على الثورة، أو نتكلم قبل الثورة. قبل الثورة طبعا النظام اللي كان موجود كان نظام طبعا فاشل بكل المقاييس. كان فيه فساد وكان فيه سرقات وكان فيه الإدارات نفسها ما كانتش مظبوطة، ما كانتش بتشتغل كويس. عشان كده كان دايما فيه انهيار في كل حاجة، يعني كان فيه انهيار في كل الوزارات، في كل الأعمال كان فيه انهيار وكان فيه فشل في كل حاجة. أنا كنت طبعا رافض الحاجات ديت، بس طبعا ما أقدرش أعمل حاجة. كنت بشتغل بكل طاقتي، بس لما يكون في أي حاجة خطأ طبعا أنا كنت برفضها على قد ما أقدر. يعني كنت دايما حاسس إن هيبقى في تغيير قدام، حاسس إن هيبقى في ثورة في يوم من الأيام، لازم يكون في تغيير، يا إما من الجيش يا إما من الشعب، المهم في تغيير هيحصل. يعني الوضع كان وصل لأعلى مستوى من الفساد، ما كانش فيه شفافية ولا عدالة ولا حرية ولا أي حاجة، ما كانش في حاجة، في ظلم وفي فساد في كل شيء. الحمد لله ربنا كرمنا والثورة قامت، طبعا مؤيد ليها 100% بكل حواسي بكل مشاعري، مؤيد 100% بالثورة. طبعا أول ما ربنا سهل وقامت الثورة أنا شاركت فيها بكل كياني بكل مشاعري، ضحيت بوقتي وبيتي وأولادي وشاركت، وخدت ولادي معايا وشاركوا مرات، عشرات المرات. يعني ولادي عشرات المرات راحوا شاركوا، حتى البنت خدتها التحرير، خدتها الميدان علشان تشوف بنفسها وعلشان تحس بالشعب، تحس معاناة الشعب ده كان عايش ازاي. واحنا الحمد لله ان ربنا وفقنا والثورة خلصت يعني في وقت قليل جدا، وده كان حاجة فضل من ربنا ان الثورة تخلص في وقت قليل جدا، لان البلد مش مستحملة ان الفترة تطول. ده كان نعمة من ربنا، يعني ان هي يعني وفقنا انها تنتهي في وقت قليل جدا، يعني عشان اقتصاد مصر وكده. بالنسبة لموضوع أنا مثلا ما ترشحتش قبل كده، أنت عارف التزوير في الانتخابات وحزب الوطني بيتقفلوا الصناديق وكده، رجال الأعمال اللي بتخش تصرف على الانتخابات مصاريف كبيرة جدا. أنا مش حمل كده، ومش ضامن إن يبقى في عدالة في الانتخابات أو في شفافية وكده، كله تزوير. يعني مهما أعمل مش هقدر أخش، فكنت ببعد يعني عن الانتخابات. يعني الدورة دي طبعا الجيش اللي هيمسك الانتخابات إشراف قضائي، هيبقى فيه نزاهة. مش هصرف على الانتخابات زي ما الناس بتصرف، لأن أنا هشتغل يعني معتمد على إن أنا شاركت في الثورة وإن أنا حابب التغيير، والناس عارفة إن أنا بحب الأعمال العامة وبحب البلد، بحب المواطنين، أحب أخدم الناس، ودي اللي هشتغل عليه. يعني مش بشتغل ما عنديش يعني مال أتسند عليه أو كده. أنا كل اللي بتسند عليه حب الناس وحب العمل العام وحب البلد، بدليل إن أنا شاركت في الثورة وضحيت بنفسي وضحيت بأولادي وضحيت ببيتي، ما قصرتش في أي حاجة نحو البلد. يعني طبعا حابب البلد جدا جدا جدا، ودي حاجة اللي خلتني أفكر إن أنا أترشح في الانتخابات، إن أنا نفسي أصلح البلد زي ما شاركت كده في التحرير يعني، وأسقطنا النظام الفاسد ده. نفسي المسيرة دي تكمل بقى، فيه لسه رموز فساد موجودة. نفسي أقدر مع زملائي اللي بيحبوا مصر إن احنا نقضي على النسبة اللي موجودة من الفساد ديت، كمان نصلح بقى البلد بقى تشتغل. عايزين بقى مشاريع كبيرة، عايزين البلد اقتصادها يعلى، نهتم بقى بالتعليم. ده طبعا التعليم بالمدرس، التعليم طبعا سيء جدا، حال المدرس وحال التعليم سيء جدا جدا. يعني طبعا التعليم ده المفروض يكون من أولويات الدولة تهتم بالتعليم ده أول حاجة. المعلم
والتعليم. ده اللي يرفع البلد في خلال ال5 سنين 10 سنين. الفكر يتغير، طبعا مستوى التعليم هيبقى عالي أكيد، مستوى الفكر الأفراد هيبقى عالي، هنشتغل صح. طبعا بإذن الله ناوي إن شاء الله، يعني لو ربنا كرمني ونجحت يعني في الانتخابات، عندي أفكار كتير وعندي مشاريع كتير في دماغي وعندي حلول لمشاكل كتير جدا جدا، حلول للدائرة بتاعتي وحلول للبلد كلها. أفكاري نتكلم مثلا على الدائرة بتاعتي، دائرة بركة السبع. إن شاء الله يعني بإذن الله. طبعا أنا عارف مشاكل الدائرة كلها كاملة، من صرف صحي لكهرباء لمية شرب المياه الجوفية، مشاكل فلاحين، مشاكل معلمين. عارف مشاكل البلد. البلد طبعا اقتصادها بقى ضعيف جدا، الخصخصة كان مشروع سيء، المشاريع الكبيرة اتباعت، ما عادش فيه حاجة، يعني المواطن دخله بقى ضعيف جدا، الأسعار بقت غالية جدا، المواطن حتى الدخل بتاعه مش مكفيه. فالمفروض فيه عندي حلول كتير بالنسبة للبلد يعني إن شاء الله. المشاريع الكبيرة أهم حاجة، المشاريع الكبيرة لازم يبقى فيه مشاريع عملاقة، طبعا عشان البطالة، الشباب يشتغل، مستوى دخل الفرد يعلى، البلد نفسها اقتصادها يعلى. لازم المشاريع دي ترجع تاني، إما الحكومة اللي تعملها أو مساعدة رجال الأعمال. المهم يبقى فيه مشاريع كبيرة عملاقة اللي هي هتشيل البلد كلها. طبعا التعليم، نهتم بالتعليم جدا جدا، نهتم بالمعلم والتعليم، يعني ده رقم واحد. طبعا بالنسبة للدائرة بتاعتي، المشاكل بتاعتها، أنا طبعا عندي حل لمشكلة الصرف الصحي. طبعا مش هتكلم عليها دلوقتي، هي مشكلة، هو حل بسيط جدا وبأقل تكلفة. الدولة دلوقتي مش هتقدر تخلص الصرف الصحي في أقرب وقت، يعني ممكن ياخد عشرات السنين على ما يخلص في الدائرة. أنا عندي حل للمياه الجوفية اللي في القرى اللي تبع المركز بركة السبع، حل بسيط جدا وممكن الأهالي اللي تعمله، هيقضي على المياه الجوفية ومشكلة الصرف الصحي في الدائرة. بس أنا هتكلم عليه في برنامج يعني معين إن شاء الله. طبعا فيه مشاكل كهرباء ومية، طبعا دي عايزة تحسين، إن كان الكهرباء أو مشكلة مياه الشرب. هي طبعا كل حاجة موجودة بس عايزة تتحسن، يعني لأن هي المستوى مش عالي، يعني المستوى بتاعها قليل شوية، عايزة تحسين، إنما هي موجودة. بالنسبة طبعا الدائرة، أهم حاجة اللي أنا هركز عليها إن يكون في مشروع كبير داخل مركز بركة السبع، علشان ما يبقاش في بطالة في بركة السبع. مركز بركة السبع المفروض الشباب كلهم يشتغلوا. بس عندي طبعا كفر هلال فيها مشاريع صغيرة اللي هي مشاريع النسيج، بس المشاريع دي طبعا دلوقتي أعتقد إن هي واقفة بنسبة 50%. ليه؟ لأنها بتعتمد على استيراد المواد الخام من بره. طبعا مشاريع النسيج لا في تصدير ولا هم عارفين يستوردوا المواد الخام. المشاريع اللي أنا بفكر فيها مشاريع قايمة على الزراعة، بما إننا إحنا بلد زراعي، يبقى المشروع اللي هيتعمل مشروع قائم على المواد الزراعية. إحنا بلد زراعية، يبقى نستخدم الزراعة في المشاريع بتاعتنا، بحيث إن أنا مش محتاجش إن أنا أستورد من بره. أنا يبقى الخام عندي، يبقى اللي هي منتجات الألبان، مشاريع كبيرة لمنتجات الألبان بمزارع كبيرة للثروة الحيوانية. يبقى عندنا الزراعة موجودة، وعندنا المزارع الحيوانية موجودة كبيرة، وتقوم شركات على منتجات الألبان دي. لو اتعملت في بركة السبع، المواد الخام موجودة والإيد العاملة موجودة، يبقى احنا قضينا على البطالة في داخل المركز. ودي مهمة جدا بالنسبة للشباب، إن الشباب يشتغل أهم حاجة. بس أعتقد كده يعني فيه إن شاء الله حاجات تانية هتكلم عليها أو أصيغها يعني، بس طبعا في البرنامج بتاعي، فمش عايز كل حاجة أتكلم فيها يعني دلوقتي. أعتقد كده إن أنا يعني إيه، غطيت أكبر حاجة موجودة في المشاكل بتاع بركة السبع وإزاي أحلها يعني كده. شوف حضرتك.